السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الفل عليكم يا شباب. النهاردة الجو ودرجة الحرارة مرتفعة، لازم نطلع نطمن على حمامنا ونغير المية بتاعتنا، ويا ريت نحمي الحمام بتاعنا. تمام. النهاردة موضوع الحلقة يا جماعة عن ازاي تبقى محترف فرخ، او ازاي تكون مربي فريخ وتطلع احلى زغاليل، سواء في الصيف في الحر او سواء في الشتاء، وازاي تتعلم اساسيات الفرخ. في البدايه يا جماعه يعني الحصوايه اللي هي اساسا اي مربي بيبقى بياكل ويشرب طول الشهر علشان خاطر مستنى الحصوايه. في الحصوايه دي يا جماعه بتتكون من بروتين، وبتتكون من احماض امينيه، وبتتكون من قشره خارجيه. طيب الحاجات دي يا جماعه لازم توفرها كمربي للحمام بتاعك، او بمعنى ادق توفرها للنتايه اللي عندك. بمعنى ان انت لازم تهتم بالكالسيوم بتاعك، ولازم تهتم بالبروتينات، وتهتم بالفيتامينات، ودايما التحديق يكون باستمرار موجود عند قص الحمام، سواء انت بتطير او سواء انت حابس الحمام. وبالاخص لو انت حابس الحمام لازم التحديق يا جماعه يكون متوفر ال 24 ساعه في ال 24 ساعه. تمام. طيب النتايه بتبدا تبيض بعد ما الذكر يكسرها، بتقعد حوالي اسبوع 10 ايام الذكر يكسر فيها، وبعد كده في الفترة دي بيبدأ البيض يتخصب في الفترة اللي هي ال10 ايام، وبعد كده بتبدأ تنزل اول حصواية، وبعد اول حصواية بنعد 24 ساعة وبتبدأ النتاية تجيب تاني حصواية. ومش شرط يا جماعه النتايه اول ما بتحصي اول حصوايه ترقد، لا، هي الصح ان هي بتجيب اول حصوايه وتبقى واقفه عليهم او حطاهم بين رجليها كحمايه مش اكتر، وفي نفس الوقت ما بتبداش ترقد غير بعد ما بتجيب الحصويتين مع بعض. بنبدا بعد تاني حصوايه يا جماعه نبدا نعد 18 يوم من تاريخ وضع اخر بيضه. دي كده يا جماعه فتره التحضير، بنبدا نعد 18 يوم. طيب نيجي بقى لحاجه مهمه جدا جدا جدا، هتفرق انت معاك وهتفرق مع الناس كلها، سواء انت بتربي بقى سايب بتربي محبوس، سواء انت جديد او قديم. لازم يا جماعه باستمرار نكشف على بيض الحمام. دي حاجه مهمه جدا جدا. ما ينفعش الحمام عندك يحصي وتسيبه راقد عليه وخلاص، وانت مش عارف اذا كان الحصى دوت معمر ولا الحصى ده بايظ ولا الحصى دوت مفيهوش جنين. يبقى انت كده يا باشا بتخسر، بمعنى ان انت سايب الحمام بتاعك راقد على الحصويتين وخلاص. حرام عليك يا باشا. انت زي ما احنا عملنا حلقات قبل كده، زي ما احنا شرحنا للناس، بعد عمر 4 أو 5 ايام من تاريخ وضع تاني بيضه او من تاريخ الرقد، بنمسك الحصوايه وبنقربها جنب كشاف التليفون، ويكون المكان ضلمه. تمام. وبيبان بنبدا نبص على الحصى، لو لقينا زي عروق او زي خيوط عنكبوت كده جوه الحصى، او زي تجمعات، او زي بيبقى زي يعني امثلها بالايه بالشعيرات كده. تمام. يبقى انت كده البيض بتاعك سليم وجواه زغلول. ولو انت لقيت بصيت من التليفون لقيت الحصى ما فيهوش الكلام ده، وحسيت ان هي شفافه وما فيش الكلام ده، يبقى البيض بتاعك بايظ يا سعاده الباشا. يبقى انت تمسك الحصوتين ترميهم وتقوم الحمام، ما تخليهوش يرقد عليهم، لان انت كده هيفضلوا راقدين 10 15 يوم على الفاضي ياكلوا وقاعدين ياكلوا ويشربوا، وتكلفه عليك، وفي الاخر مش هتلاقي عندك اي حاجه تطلع. فانت لا، نرمي الحصويتين، وبمجرد ما هيقوموا يوم والتاني هيبدا الذكر يكسرها، وهيبدا بعد اسبوع و10 ايام كمان يجيبوا حصويتين كمان. لو اتكرر عندك ولقيت البيض فاضي تاني، يبقى انت كده عندك مشكله، وتبدا تراجع الذكر بتاعك وتشوف الذكر دوت هل كان بينتج قبل كده، هل الجوز ده جديد، هل وتبدا تشوف الدنيا فيها ايه الاسباب اللي خلت الذكر يروق البيض. وتشوف لو هو الذكر ده انت شريك جديد، يبقى الذكر ده فيه مشكله. لو الاصل ده كان شغال عندك وبينتج وشغال كويس، تبدا تشوف انت ايه الاسباب اللي خلت الحمام يروق البيض. ويا جماعه بتبقى طبيعي، مفيش اي مشكله. بيبقى في مشاكل فرديه، بيبقى في مشاكل زحمه في المكان، بيبقى ممكن الفرد كان تعبان، بيبقى في حاجات كتيره جدا. طالما الحمام كان شغال عندك وبينتج ولقيته روق مره ولا حاجه، مفيش مشكله. انما لو الموضوع اتكرر عندك، لا، اعرف ان انت كده في مشكله عندك وفي خلل، يبقى انت كده بتخسر. يا اما بقى الذكر عجز، يا اما الذكر محتاج شويه يعني شويه سيلينيوم، شويه فيتامينات، وتبدا تشوف الدنيا رايحه فين وجايه منين.
تمام. طيب بنبدا يا جماعه في الاول، بس يعني يا ريت الناس اللي سامعانا، يا ريت يا جماعه ان يعني اللي ما اشتركش في القناه يشترك. ويا جماعه اللايك بيفرق معانا وبيشجعنا برضو، الفيديو لما بلاقيه واخد لايكات كتيره واخد تعليقات تشجيع، فبتفرق معانا وبتشجعنا وبتحمسنا ان احنا نصور ونعمل فيديوهات ونجيب مواضيع ونعمل نجمع معلومات ونطلع نفيد الناس بيها. طيب خلاص يا جماعه، بعد اليوم ال 18 ما الحصى فك، تبدا الاهالي تاكل الزغاليل بتاعتها. تمام. بتبقى بتاكلها، بتبقى عمر اليوم اللي هي تبقى اللبه، وبتاكلها حاجه كده زي الزبادي او حاجه بتبقى زي لبن السرسوب، هو باسمه اللبه. تمام. بتبقى ماده كده سهله الهضم، غنيه بالبروتينات العاليه. فانت في الفتره دي لازم تهتم بالاكل الناعم للاهالي. مفيش مانع تنزل عيش للاهالي وعيش ناشف، مفيش مانع ان انت تنزل شويه علف. نهتم بالاكل، كميه الاكل نزودها، علشان خاطر بيبدا خلاص بقى الاهالي ياكلوا وياكلوا زغاليلهم. وبتبدا الفتره ديت بنسميها فتره اللبه، ودي بتقعد معانا اسبوع 10 ايام. وبعد كده بيبدا الاهالي يخشنوا الكلفه للزغاليل بتاعتهم. وبتبدا الزغاليل تدخل من مرحله بعد 10 ايام 15 يوم، تبقى اسمها مرحله البطش. بتقعد بقى يبدا ريش الحمام يكبر، والزغلول بيبدا وزنه يتضاعف، وبيبدا يبان عليه بقى شكل فرد الحمام واللون ويطلع ايه، وبيبدا يبان عليه حجمه ويشوف. وبتبدا تشوف بقى الاهالي بتطلع تشوف الزغاليل عفوا طالعه الاهالي ولا طالعه الحمام تاني. في ناس بتحب الالوان، وفي ناس بتبدا تشوف الاصل دوت هياخد لون ايه. في ناس بتربي الحمام عشان الالوان، وفي ناس طبعا بتربي عشان خاطر اللي هو التقليد بتاع فرد الحمام. كل واحد ليه دماغه وكل واحد ليه سياسته. في اللي بيربي للذبيح، وفي اللي بيربي لمجرد التربيه، وفي بيربي للزينه، وفي اللي بيربي للتجاره. فكل واحد ليه اولوياته في تربيته. بس في الاول وفي الاخر احنا بنتكلم في فرخ الحمام. يهمنا الناس كلها تفرخ حمام، والناس كلها تطلع زغاليل، وتطلع زغاليل بجوده عاليه. تمام. بيبدا بعد كده يا جماعه خلاص الزغلول بيتحول لبطش والريش بيكبر، وبيقعد تحت الاهالي مده 20 يوم او 25 يوم. وبيبدا بعد كده الزغاليل تلقط لوحديها مع الاهالي، وفي نفس الوقت الاهالي بتاكلها. دي الفتره ديت بتبقى خلاص انت كده كسرت ال 25 يوم، فخلاص كده يعتبر الزغلول قرب يتفطم او قرب خلاص يبدا كده يبقى انت ممكن تفطمه او ممكن انت تجمعهم. لو انت عندك كميه زغاليل بنحطهم في حته اسمها المصطبه، بنجمع الزغاليل مع بعضيها. تمام. وما نستعجلش يا جماعه في قطف الزغاليل طالما الاهالي لسه بتاكلها، وطالما انت شايف ان الزغلول لسه محتاج ان هو يقعد تحت الاهالي، ما تستعجلش عشان خاطر الزغلول ما يخسش منك والزغلول ما يضعفش. وساعات في زغاليل بتموت وما بتستحملش، يبقى انت حرام عليك تعبك طول الشهر وتعب الاهالي بقالهم شهر بياكلوا في الزغاليل، وتيجي انت باستعجالك على يوم ولا اتنين علشان خاطر تبدا لو انت بقى بتشوف انت هتعمل ايه. لو انت هتذبحهم مفيش مانع، خلاص ابدا افطم الزغاليل وشيلهم من تحت الاهالي واذبحهم مفيش اي مشكله، او هتبيعهم للذبيح مفيش برضو اي مشكله. انما يا جماعه لو هتبيع الحمام لمربي والمربي هياخده يبدا بقى يفرخ عنده ويبدا يطير عنده، فانت لا، يفضل ان انت ما تطلعش الحمام غير لما يستوي والريش بتاع الحمام يكتمل، الريش اللي تحت الجناح. وبالبلدي كده انا بسميها لما الفرد ينشف شويه، او الفرد تحس ان عضلات خلاص الفرد تحس ان هو فاق معاك، والشعر الاصفر اللي موجود حوالين الرقبه والراس بدا يطير. فابدا كده خلاص يبقى انت كده الفرد استوى معانا وعرف الميه وعرف الاكل وعرف يدافع عن نفسه، وفي نفس الوقت هو لسه ما طارش، هو يعني بيحرك جناحاته بيبدا يتعلم الطيران. فانت ابدا كده بيعه لو انت هتبيعه لحد يطيره عنده، او لو انت هتطيره عندك مفيش مانع، انت كده كده هو عندك وحمامك ومع الاهالي. وفي نفس الوقت الاهالي بتبدا تجهز للعش اللي بعده. تمام. فانا مش حابب برضو اطول عليكم وقت الحلقه. انتظرونا برضو الحلقه الجايه، هنعمل زي جزء تاني لموضوع الفرخ والتحضير، وهنتكلم فيه شويه معلومات مهمه. في الاخر احنا غرضنا الناس كلها تبقى محترفين فرخ، مش مجرد ان انت مربي حمام وخلاص. لا، انا عايزك تبقى راجل معلم في تربيه الحمام، او تبقي ست شاطره في تربيه الحمام.
وبالتالي هيفرق معاكم في الربح وهيفرق معاكم في المكسب. يبقى احنا كده يا جماعه وصلنا لنهايه الحلقه. في النهايه بتمنى لكم الخير كله، وما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.